هي ما خافتش من نار الأرض لأنها كانت مستنية نور السماء، واستشهدت من أجل المسيح واسمها بقى منقوش في سفر الحياة. ازيكم؟ القديسة انستاسيا كانت من بنات روميا، وكانت من أسرة مسيحية طيبة، اتربت على الإيمان والمحبة. ومن وهي صغيرة قلبها كان متعلق بربنا مش بالعالم. ولما كبرت أهلها حاولوا يجوزوها لكنها رفضت، وقالت إنها عايزة تكرس حياتها للمسيح وتعيش حياة الرهبنة. فدخلت أحد الأديرة العذارى في روميا، ولبست زي الراهبات، وابتدت حياة النسك والتقشف. وكانت بتصوم كتير جدا، وما تاكلش غير كل يومين، وفي الصوم الكبير ما كانتش بتفطر غير السبت والحد بعد صلاة الساعة السادسة. وكانت أكلها بسيط جدا، شوية خبز ناشف وملح. وفي يوم كانت رئيسة خدت بعض العذارى ومعاهم القديسة أنستاسيا عشان يشاركوا في عيد بدير قريب. وهم ماشيين شافوا جنود الملك داكيوس الكافر بيعذبوا المسيحيين وبيسحبوهم على الأرض. قلبها اتحرك بمحبة ربنا وصرخت فيهم وقالت: ازاي تعملوا كده في ناس خلقهم ربنا على صورته وبذل نفسه علشانهم؟ الجنود مسكوها وقدموها للأمير وسألها: انت فعلا مسيحية وبتعبدي المصلوب؟ فأجابت بكل شجاعة: أيوة، أنا مسيحية وعمري ما هنكر سيدي المسيح. بدأ الأمير يعذبها عذاب شديد وصلبوها وولعوا نار تحتها، لكن النار ما لمستهاش. ولما شاف إنها ثابتة على إيمانها أمر بقطع راسها يوم واحد بابا، وصلت الكنيسة صلاة من قلبها وركعت وسلمت روحها بسلام.